ها هي سماء الشام خالية، ها هي سماء الشام خالية مما يسمى بطيران الإغاثة، وأرضها خالية من فرق الإنقاذ على عكس غيرها من سائر البلدان، بينما كانت تجوب سماؤها في وقت قد مضى ليس ببعيد طائرات أكثر من 80 دولة بحجة مكافحة الإرهاب والدفاع عن المسلمين. كانوا إذا أرادوا الدخول إلى أرض الشام أوقفوا طائراتهم بين السماء والأرض ثم ينزلون جنودهم، وكانت آلياتهم لا تتوقف عن الحراك يوما أو ساعة من نهار على أرضها بحجة نصرة المستضعفين حسب زعمهم. اليوم وفي أحلك الظروف لا يدخلونها إلا بتصاريح أمنية وسياسية وعبر البوابات والمعابر. الله المستعان. وأين بلاد الحرمين من أهل الشام؟ هل أصبح لاعب كافر أغلى عندهم من أطفال آلاف المسلمين؟ أين قطر وأموالها أنفقت لمونديالاتها؟ أين تلك المنظمات؟ أين تلك المنظمات التي تزعم أنها تدافع عن حقوق الإنسان؟ أم أنهم يحسبون أن أهل الشام ليسوا ببشر؟ أين منظمات حقوق الطفل كي تنتشل الأطفال من تحت الركام؟ أم أنهم لا يعرفون انتشال الأطفال إلا من بين أحضان والديهم؟ أم أنها شعارات رنانة فقط؟ ها هي الشام المكلومة اليوم، وها هم المستضعفون باتوا بلا مأوى بين قتيل وشريد ومفقود وطريد، والحال ليس بجديد. فأين زعمكم الذي كنتم تزعمون والله غني عن العالمين؟ ألا قبحكم الله، ألا لعنة الله عليكم والملائكة والناس أجمعين، يا من تدعون نصرة المستضعفين وما أنتم بفاعلين.